انه هي مواد عادية. الله يرحمك يا دكتور ضياء، بس الناس اللي بتحب اللي يضحك عليها، بس اذا ما شافت بعين الناس. وان شاء الله هذا الفيديو يكون ميزان اعمالي يا رب، وبتمنى ان كل انسان يشوف هالفيديو يشيره عنده وما يتركه بس عنده. وبتمنى من كل انسان كمان بيشتغل بغير مجال مثل الالبان والاجبان والمشتقات الحليب والبيض، انه يطلع نفس الفيديو هذا ويحكي كلمة حق يوم ما ضل حق في الدنيا. هذا راح افرجيكم كيف كمان بنعطيهم العلاجات، وفي كتير علاجات راح اصوركم اياها هلا، من بيناتها الاسيد نحن بنشربه للطير مشان يصير عنده سرعة هضم. نحن باللهجة السورية بنقول له صوص، اما بالمصري يمكن تقولوا له فراخ. وفي كتير شغلات انا بتمنى انكم تقولوا لنا اياها باللهجة تبعيتنا، بكل انسان بيفهم اللهجة تبعيتنا، لاني نحن اللهجة المصرية صعبة علينا كتير نحن كسوريين. وتعزية لكل متابعين الدكتور ضياء. راح افرجيكم موجب تاني مشان ما اطول. هاد بتمنى من كل انسان بيقرا انجليزي كمان بس في كتير من الناس ما راح تحكي، بتخاف على رزقه، والرزق هو من الله. هي الدجاجة اتصل لعندك انت كست في البيت بهالمنظر هذا، وعم تجوا بتطعموها لاولادكم وبتاكلوها انتم. انا ما عاد اكلها ولا عاد. هي الجريجو، بتمنى انسان اللي بيعرف يقرا انجليزي ترجمة للي ما بيعرف، راح يجيك الثواب. وهون عندي الاسيد، في اسيد غير نوع، وهذا سمارت. وفي كتير اعشاب هي ما عندي منها. راح شوف الارض كيف بتصير لونها سودا من المواد الكيماوية اللي بنعطيه اياها. كل انسان بيخاف الله يحكي لو كلمة حق، لاني انت عم بتضروا اولادكم وعم بتضروا اهلكم وناسكم. كل انسان بيشتغل بالالبان والاجبان كمان يحكي كلمة الحق ويوقف مع الدكتور ضياء لو بكلمة، لاني والله راح يجي يوم وراح تموت وراح توقف امام الله وراح تنسئل.